هلو حبايبي، يلا نسوي قهوة شوكولاتية ونبلش نقول بسم الله. أول شي خلينا حليب بالدلة، وراح أخلي قهوة نسكافيه ملعقتين. طبعا هاي الكمية الكوبين من هذه النسكافيه اللي استعملتها، الحبيبات الفورية يعني القهوة. هنا راح أخلي مبيض، راح أخلي هماتين ملعقتين، وراح أضيف حليب مكثف، وهذا ضروري ينطيه حلاء وينطيه طعم كلش طيب ويثخن القهوة الشوكولاتية. طبعا القهوة الشوكولاتية ما تصير بالقهوة المطحونة إلا الفورية. هنا أنا خليت نكهة شوكليت، واللي عنده شوكليت حاب يخليه عادي، بس هذه أفضل وأطيب. راح أخليها تفور، وبين ما تفور راح نجهز الكوابة. راح أخلي البجوز بالكوابة، واللي عنده أي نوع مكسرات ويحبه يقدر يخليه. أنا أحب البجوز أكثر شي، والمميز بيها هي القهوة الشوكولاتية هاي المكسرات لازم تكون موجودة. من بعد ما فارت راح نصبها ونشربها، وأقولكم ألف عافية. طبعا هاي أنا الطريقة معتمدتها من زمان وكلش طيبة، وحتى من دون الضيوف يحبون يشربوها، كلش طيبة. أنصحكم تجربوها، إن شاء الله تكون عجبتكم. أريدكم تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل جديد. ولهنا أقول لكم إن شاء الله عجبتكم وصفتي، وفي أمان الله ورعايته.